أحبائي أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم، أهلا ومرحبا في قناتكم الإخبارية، قناة أخبار متنوعة التي توافيكم بالجديد يوميا حول أخبار الوطن، سواء كنتم داخل الوطن أو خارجه. جاليتنا الجزائرية بالخارج أرحب بكم في وقت وفي كل زمان، فألف مرحبا بكم. في الأيام والأعوام القليلة الماضية تطاول عديد ممن يسمون أنفسهم مؤثرين الذين تجاوزوا حدودهم لدرجة غير معقولة بنشر فيديوهات غير أخلاقية ومخلة بالحياء، لا تناسب القيم الإسلامية ولا تناسب المجتمعات الجزائرية والشعب الجزائري المعروف بالشهامة والأخلاق. من بينهم شيراز العنابية التي لم يمر على خروجها من السجن إلا أشهر قليلة، حيث أظهرت ذلك بإقامتها لحفل فخم ودعت فيه العديد من الشخصيات المعروفة. شيراز العنابية اليوم تسجن وتزج في السجن للمرة الثانية، ولكن المرة الثانية أصعب من الأولى، لأن فترة عقوبتها هذه المرة طويلة على الحكم الأول. تم الحكم عليها ب5 سنوات سجنا. شيراز العنابية تم إلقاء القبض عليها مع المؤثرة كذلك داليا، حيث أنه تم تفتيش هواتفهم النقالة، وتم العثور على مكالمات خطيرة جدا وفيديوهات مخلة بالحياء وقضايا أخرى لا أستطيع الإفصاح عنها في هذا الفيديو. شيراز العنابية هذه المرة تركت طفلها وحيدا، فما رأيكم في هذه التصرفات من هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمؤثرين ويلبسون ثيابا خادشة للحياء، لا خوف من الله ولا قيم ولا أخلاق ولا إسلام، كأنهم لا يعرفون لا أخلاق ولا صلاة ولا صيام ولا قيم. أعزائي المشاهدين، فما رأيكم في هذه التصرفات التي انتشرت هذه الأيام والمواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت خطيرة على أطفالنا وعلى القُصّر خاصة؟ لا تنسوا في آخر الفيديو ترك تعليقاتكم والإعجاب بالفيديو كذلك، والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. صلاة وسلام على حبيبنا المصطفى عليه ألف صلاة وأزكى السلام. أحبكم في الله، إلى اللقاء.